نادي سموحة الجبان فنيًا بيرفض الفوز على النادي الأهلي النهارده في مباراة من أوحش مباريات النادي الأهلي. سموحة النهارده لو كان عنده القدرة والقوة إن هو عايز يفوز على النادي الأهلي كان قدر يفوز ب1 و2، لكن سموحة استسلم تمامًا للنادي الأهلي، وهو شايف النادي الأهلي لا حول ولا قوة إلا بالله له، ورافض إن هو يهاجم، يعني حتى الكورتين 3 اللي بيروحهم على إيه، على استحياء. النادي الأهلي قدّم مباراة سيئة جدًا النهارده، النادي الأهلي يعني المباراة كانت 90 دقيقة، ما شفناش هجمة خطرة واحدة على مرمى نادي سموحة. النادي الأهلي لو كان قعد فوق ال90 دقيقة، 90 دقيقة كمان، ولو كان قعد أيام ما كانش هيجيب جون، وده اللي قاله المدير الفني بتاعه مارسيل كولر، قال لك إحنا لو يعني أنا بقى لي 20 سنة ما شُفتش مباراة بالشكل ده، المباراة كانت وحشة أوي فعلًا من النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي غريبة جدًا الصراحة، أنا مش فاهم لعيبة النادي الأهلي هُم حلوين والّا وحشين، يعني يوم يقدّموا لنا كورة حلوة أوي، ويوم كورة سيئة جدًا. يعني أنا لو مدير فني أنا هاغيّر لا يقل عن 9 لعيبة، باستثناء محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم اللي هو برضه ما كانش في أفضل حالاته. محمد عبد المنعم يقطع كورة يروح متفلسف بعديها على طول، ما بيكمّلش الحلو، لكن كل اللعيبة تتغيّر، ما فيش ولا لعيب عارف يباصي باصة صح، ما فيش لعيب عارف يمرقص، ما فيش لعيب عارف يعمل الدور الهجومي بتاعه 100% زي ما مارسيل كولر قايل له أو حتى 70%. لعيبة الأهلي يعني مش غيرانين خالص على الدوري، ولا مستفادوا باللي حصل السنين اللي فاتوا وإضاعة الدوري موسمين ورا بعض، لأ يعني الزمالك بيتعادل النهارده مع المقاولين العرب 0-0، المفروض أنت تنزل الماتش تاكل النجيلة عشان تكسب وتوسّع النقاط بينك وبين المنافس بتاعك، لكن اللي حصل غير كده تمامًا، اللعيبة مستهترة جدًا، اللعيبة ما فيش أي إحساس بالمسؤولية. على فكرة أنا ما عنديش أي مانع إن النادي الأهلي يخسر. يعني دي كورة، وأنا باقول لك يعني سموحة لو كان عايز يكسب النادي الأهلي كان كسب النادي الأهلي، والنادي الأهلي يخسر عادي جدًا، لكن يعني تخسر بس تخسر بشرف، تخسر وأنت بتلعب برجولة، تخسر وأنت بتأدي اللي عليك، لكن النادي الأهلي بيلعب بلا روح تمامًا. يعني لو مسكنا لعيب في النادي الأهلي مش هتعرف اللعيب ده كان بيعمل إيه. محمد هاني بعد إصابة أكرم توفيق، راجل الحظ بيبتسم له للموسم التالت والّا الرابع على التوالي إن هو يبقى أساسي في النادي الأهلي غصبٍ عننا وغصبٍ عن أي حد. هو لعيب كويس، محمد هاني لعيب كويس جدًا، بس المشكلة هو مش عايز يساعد نفسه، مش عارف يرفع over صح، مش عارف يباصي، مش عارف يعمل واجب دفاعي، مش عارف يعمل أي حاجة. طب ما أنت تتمرّن على إيه يا محمد هاني؟ نفس الكلام عمرو السولية، حمدي فتحي لعب لورا، عمرو السولية بيحاول قدّام بيشوط شوطين 3، يعني بيشوط شوط غريبة أوي الصراحة عمرو السولية. علي معلول في الكرة الدفاعية اللي اتعملت صديقي جولة عمل through باص للعيب بتاع الوينج بتاع سموحة، علي معلول بيجري وراه وساب اللعيب يعمل اللي هو عايز يعمله، لولا محمد الشناوي كان زمانها جول لسموحة. برونو سافيو مختفي تمامًا، إحنا قُلنا ده اللاعب البرازيلي اللي هييجي يغيّر مجرى يعني أداء النادي الأهلي، لعيب من أول ما جه كان مهاري جدًا وبيعمل يعني حاجات فنية كويسة جدًا، لكن أنت تخش النادي الأهلي من هنا على طول يعني الفنيات والمهارات بتاعتك تختفي، ما تعرفش إيه اللي بيحصل للعيبة لمّا تخش النادي الأهلي. عندك أحمد عبد القادر كان في سموحة كان مهاري جدًا، جه النادي الأهلي فين وفين لمّا بيدّينا لقطة. عندك أدي برونو، اتكلم بقى خُش على ناس كتير بقى، اتكلم على بيرسي تاو طبعًا، لعيب كان مهاري جدًا، بييجي النادي الأهلي ما فيش مهارات فنية خالص. الناحية التانية كريم فؤاد عندك مش مهاري، الراجل بيعتمد على سرعته. محمد شريف، أنا مش عارف محمد شريف بيعمل إيه الصراحة، يعني محمد شريف في كورة على الطرف مش عارف يستلمها، دي حاجة، في كورة بيحاول يجري بيها راحت طالعة في الout. محمد شريف أنت كنت جايبه أصلًا جناح وراجل مهاري وفيرود وبتاع، السنة دي محمد شريف مش مركّز تمامًا خالص، بتنزّل حسام حسن أوحش، أوحش وأوحش، قفشة نازل ولا كإن فارق له أي حاجة. أنت طلّعت برونو سافيو عشان مش ظاهر، بتنزّل قفشة عشان ما يظهرش برضه. الصراحة لعيبة النادي الأهلي غريبة جدًا، وده يعني مش هينفع إن بطولة الدوري تضيع للمرّة التالتة على التوالي، ومش هينفع إن أنت تخش كأس العالم بالsquad بتاعك ده. يعني الكابتن محمود الخطيب قال لك إحنا لمّا قعدنا فكّرنا لقينا إن النادي الأهلي مش محتاج صفقات، لا، لا، لأ، النادي الأهلي محتاج يعني لا يقل عن 7، 8 صفقات، يعني بجد ما تقلّش عن كده. والصفقات اللي أنت جبتها دي يعني جِبت شادي حسين، مصطفى سعد ميسي، وجِبت برونو، أنا مش شايف منهم أي حد غير برونو اللي قدّم لك، اللي هو جاب لك السوبر وعمل لك كذا لقطة، لكن شادي حسين ما قدّمش حاجة. مصطفى سعد ميسي الراجل طالع النهارده بيقول لك أنا هاطلّعه إعارة وبعد كده أحكم عليه. طب أنت مشيت الناس اللي راحوا سيراميكا دول كانوا هيبقوا أفيد لك دلوقتي،
احمد ياسر ريان مكسر الدنيا في سيراميكا، احسن من محمد شريف واحسن من شادي حسين واحسن من حسام حسن. تمام. الباك الشمال احسن، يعني انت محتاج باك شمال عندك، طب ما انت وديت باك شمال بتاعك سيراميكا. فحاجه غريبه جدا، عندك بيكهام كنت محتاجه في الدفاع. فانت لا، الاهلي لو محتاج ياخد الدوري وداخل على كاس العالم للانديه وعايز ياخد مركز فعلا وعايز ياخد افريقيا يعوض الخساره بتاعت السنه اللي فاتت، لا انت محتاج مهاجم افريقي قوي جدا، يكون يعني هداف فعلا. محتاج طرفين، واحد مكان عبد القادر، واحد مكان طاهر محمد طاهر لو هتلعبه، او هتلعب اي حد في الوينج ده. محتاج حد في نص ملعب، محتاج احمد حمدي يرجع لك تاني، اللعيب بتاعك اللي انت وديته الجونه وبعد كده احترف في كندا واحترف في كذا فرقه في امريكا. محتاج اللعيب ده. محتاج حد في نص الملعب، حد مهاري فعلا، حد يقدر يعمل لك باص يغير لك الدنيا، حد يقدر يشوط. محتاج باك يمين غير محمد هاني. كريم فؤاد لو هترجعه من الوينج هتخليه باك يمين ماشي، بنقول لك حلو وكل حاجه، بس انت محتاج باك يمين تاني برضه. محتاج باك شمال. انت النهارده نزلت رأفت خليل، يعني جاي بتنزله في ماتش صعب جدا عليه. طب ما كان اولى تنزل حسين الشحات من الاول خالص، ومقعد بره شادي حسين بره ال 18 خالص، كنت دخلت شادي حسين القايمه ونزلته. فدي برضو من غلطات المدير الفني كولر النهارده. فانت محتاج باك شمال، محتاج مدافع. محمود متولي يعني فرحنا كده، اول 6 7 ماتشات فرحنا، وبعد كده اتصاب، بعد كده رجع تاني خلاص لمحمود متولي اللي نعرفه قبل ما كولر يمسك. فانت لا، محتاج مدافع. انا سمعنا ان في كلام على عمر فايق بتاع المقاولين، لو هتجيبه حلو جدا. طب ما انت جايب عبد الرحمن رشدان، ما هو الراجل ده بيلعب جنبه. ما هو انت نفس الفكره، ما هو عبد الرحمن رشدان جبته ليه؟ طب انت ما بتلعبوش اساسي، فلا انت محتاج مدافع سوبر. احمد حجازي جدد خلاص في السعوديه، فمش تقدر تجيبه. فمحتاج واحد، محتاج حد في نص الملعب، محتاج مهاجم، محتاج طرفين. فده باختصار يعني، ده كان كلام سريع كده عن ماتش النهارده. ويعني الاهلي الصراحه كان النهارده، الواحد كان قرفان وهو بيتفرج على الماتش الصراحه، يعني والله. قاعد بتتفرج مش مئز من الكره اللي انت بتشوفها، لا باص صح ولا شوطه صح ولا تحرك صح ولا مهام دفاعيه صح ولا مهام هجوميه صح ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. كأن كاس العالم ده كان حاجه واحنا بنلعب حاجه تانية خالص. فاتمنى من كولر ان هو يراجع نفسه، لان الاداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره بقى وحش جدا، مباراه عن مباراه عمال يقل. اللعيبه نفسها هتندموا، والله هتندموا على اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. يعني بعد كده بتروحوا فرقه بتختفوا ومحدش بيسمع عنكم حاجه، وتقولوا يا ريتنا، يا ريت اللي حصل ما حصل وكنا لعبنا في النادي الاهلي. الدوري هيروح منك للسنه الثالثه على التوالي، فلازم تجيب لعيبه حلوه تنافس معاك، لعيبه تقدر فعلا تدي للنادي الاهلي، ولعيب تستفاد بيه فعلا، تدفع مبلغ فيه ويعيش معاك، ولا انك تجيب لعيب متوسط فنيا وما يدكش وتمشيه بعد سنتين ثلاثه زي مصطفى سعد ميسي. انا لغايه دلوقتي مش فاهم الصفقه دي جت النادي الاهلي ليه. لعيب مستقبلا جاي، مستقبلا بعد 4 3 سنين، لكن مش هتستخدمه دلوقتي خالص. فاتمنى ان اداره النادي الاهلي تفكر وياخدوا قرارات صح عشان يرجعوا للنادي الاهلي المسار الصحيح، والنادي الاهلي يقدر يشرف مصر ويشرف الكره المصريه ويعمل حاجه في كاس العالم للانديه وياخد مركز مشرف فعلا. دي كانت حلقه النهارده من الكره مع حسني وعن تحليل اداء النادي الاهلي. اشوفكم الحلقه الجايه وتحليل جديد. وما تنسوش احنا بكره عندنا حلقه بورصه المدربين، واللي هنتكلم فيها عن الجوله التاسعه من الدوري المصري. اشوفكم على خير. السلام عليكم.